انا جاي اسقف لمصطفى شوبير. الاهلي من غير امام عاشور فرقه فاضيه. صلى على النبي واخبط اللايك وكمل الفيديو للاخر. الاهلي بيتعادل مع شبيبة القبائل في الجزائر ويتأهل، بس اللي حصل ده اغتصاب، ملهوش مسمى تاني غير كده. الاهلي ما راحش بكوره. الاهلي لولا مصطفى شوبير الماتش ده كان خلص بسكور تاريخي، ولولا الفرقه اللي بتلعب قصاده هجوم عقيم حرفيا، بجد مش عارفين يجيبوا جون ومش عارفين يشوطوا حرفيا. ومصطفى شوبير الله عليك يا شوبير، اقسم بالله لازم اسقف لمصطفى شوبير على اللي عمله. لولا مصطفى شوبير الاهلي كان كل علقه، هو فعلا كلها، بس كان ناقصها سكور كبير. وده اللي كان هيحصل فعلا لو كان الشناوي من غير دراع، كان فعلا ده اللي هيحصل. واحد هيقول لي انت مالك؟ هقول لك انا مالي يا حبيبي، انا المفروض المنافس بتاعك والغريم بتاعك. لما انا ابقى بالظروف دي والامكانيات دي ومفيش استقرار ومفيش لعيبه واعمل اللي انا بعمله ده، وانت بكل ده والمليارات دي كلها بتعمل كده، لازم اتكلم. بجد لازم اتكلم. انا بجد لازم احيي مصطفى شوبير على اللي عمله. مصطفى شوبير عالمي، والله العظيم مصطفى شوبير عالمي. الاهلي عنده حارس مرمى عالمي. مصطفى شوبير لازم نديله التحيه بعيدا عن ابوه، بس مصطفى شوبير حارس عالمي والله العظيم يا جدعان. لولا مصطفى شوبير النهارده الاهلي كانت رزع سكور محترم، والله العظيم كانت رزع سكور محترم. الاهلي من غير امام عاشور فرقه فاضيه، وده بجد. يقول لك بقى الاهلي بمن حضر، الاهلي ما بيقفش على حد. لا، الاهلي من غير امام عاشور فرقه فاضيه. اتفرج على الاهلي بامام عاشور واتفرج على الاهلي من غير امام عاشور، هتعرف ان الاهلي يكمن قوته في امام عاشور. غير كده مفيش. صفقات بقى بمليارات، زيزو وتريزيجيه وبن شرقي ومش عارف مين. امام عاشور هو قوه الاهلي حرفيا. امام عاشور مش موجود فالاهلي مش موجود. قالها الشوالي، قال لك الاهلي ما جاش. الاهلي ما جاش ليه؟ الاهلي مش عارف يكسب ماتش من غير امام عاشور. الاهلي ما كسبش ماتش من غير امام عاشور. انت متخيل؟ امام عاشور هو قوه الاهلي كلها. انا بقول لك قوه الاهلي كلها تكمن في امام عاشور، ودي حقيقه. ولولا مصطفى شوبير النهارده الاهلي كان طلع بسكور تاريخي، كان هيطلع بسكور تاريخي اقسم بالله. انت لو تتفرج على الماتش، دي مش كورة، دي حالة اغتصاب ملهاش مسمى تاني. اللي حصل ده ملوش مسمى تاني غير حالة اغتصاب. الاهلي ما كانش موجود، الاهلي ما جاش. فريق شبيبة القبائل فريق تعبان جدا، بس الاهلي ميت. اللي هو تعبان بيضرب في ميت. بجد ملخص الماتش، تعبان بيضرب في ميت، وده اللي حصل فعلا. يعني شبيبة القبائل ده لو فريق كوره وفريق عنده هجوم كويس، الماتش ده كان طلع 7-8 في المرتاح. ولولا مصطفى شوبير، يعني مصطفى شوبير والله لازم ياخد تحيه مننا كلنا يا جدعان. والكلام ده مش تطبيل وخلاص، انا راجل زملكاوي بس انا بقول الحق. مصطفى شوبير حارس جامد جدا يعني، وشال الاهلي النهارده من سكور تاريخي. اقسم بالله الكور اللي اتلعبت على الجون كانت هتبقى سكور تاريخي، ما بالك اللي اتلعبت بره واللعيبه مش مركزه بتاعت شبيبة القبائل. لان لعيبه هجوم عقيم حرفيا. انا شفت شبيبة القبائل ولا بيهاجم ولا بيدافع. بس انا عندي ملحوظه بقى عايز اقولها. محمد علي بن رمضان اللي هو المفروض في تونس كان اسمه المايسترو، اسمه المايسترو في تونس. الاهلي بطلوا كوره، نسي الكوره في الاهلي، والله العظيم بجد نسي الكوره في الاهلي. محمد علي بن رمضان مش موجود، مش موجود نهائي. محمد علي بن رمضان بتاع الترجي التونسي ومنتخب تونس، شوفوا كان عامل ازاي، اسمه المايسترو. جه الاهلي مفيش، اتدفن، نسى الكوره وبطل كوره. وفي ملحوظه تانية عايز اقولها لك. زين الدين بالعيد مدافع شبيبة القبائل الجزائري، زين الدين بالعيد كابتن الفريق النهارده. زين الدين بالعيد ده كان معروض على الاهلي، فالاهلي شغل دماغه قال لك كان اجيب اشرف داري، ويجي واحد جهبس كده يقول لي انت مالك وخليك في ادارتك الفاشله. يا باشا انا معترف ان ادارتي فاشله، بس انت قلت لو عايزين تتعلموا الاداره تعالى اتعلموها من الخطيب او اداره الاهلي. فحضرتك انا جاي اتعلم من اداره فاشله؟ يعني انا ادارتي فاشله فاروح اتعلم من اداره افشل؟ انت متخيل؟ انتوا بس عشان معاكم فلوس فبتقدروا تجيبوا اي لعيب انتوا عايزينه، غير كده مفيش. اداريا في البلح اقسم بالله. الاهلي من غير امام عاشور باي باي، مفيش اهلي. الاهلي من غير امام عاشور مفيش اهلي. مصطفى شوبير الف تحيه اقسم بالله. تعالى كده بقى نروح للموضوع التاني. امام عاشور وتعب امام عاشور. طلع علينا صالح جمعه امبارح وقال لك امام عاشور كان سهران معايا انا وكهربا. حلو المثلث ده، مثلث فاسد واحنا عارفينه يعني، مفيش خلاف عليه.
قال لك ايه بقى صالح جمعه؟ قال لك ان امام عاشور ما سافرش ليه بقى؟ ما سافرش عشان عايز يزود عقده. امام عاشور بيعاقب اداره الاهلي، امام عاشور عايز يعدي زيزو في الارقام، امام عاشور لما عرف ان زيزو بياخد 100 و160 مليون عايز يعديه في الارقام، عايز يعدي زيزو في الارقام. هو شايف نفسه احسن لاعب في مصر وشايف نفسه يستاهل يبقى اعلى عقد في الفرقه. هو شايف نفسه كده وبيعمل كده عشان عايز يزود عقده. يا تمشوني عشان جايلي عروض محترمه بفلوس محترمه، يا تزودوا لي عقدي، غير كده ههنكوا، غير كده هطلع عين ابوكوا.